بنسمع كتير عن التسريب ما بعد عملية التكميم. لو سمعت حاجة زي كده فالفيديو ده أكيد ليك. أنا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. من المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد عمليات التكميم أو الساسي أو تحويل المسار التسريب أو النزيف. النزيف ده بيبقى امره سهل شويه لان احنا بنبقى شايفينه قصادنا جوه العمليه وبنقدر نسيطر عليه ونتحكم فيه، سواء كان ان احنا نتاكد ان مفيش نزيف خلاص، سواء كان احنا ممكن نعلي ضغط الدم شويه ونبص على خط الدباسات، او ان احنا حتى ممكن ناخد خط غرز تاني فوق خط الدباسات علشان نحكم موضوع النزيف. لكن موضوع التسريب لحد ما بيكون اغلس شويه، لان احنا جوه العمليه بنعمل حاجه اسمها اختبار تسريب وبنحقن الماده الصبغه اللي موجوده او ماده الميثيلين بلو علشان نتاكد ان مفيش تسريب في خط الدباسات. ولكن للاسف في بعض الحالات ممكن تحصل النوع ده من المضاعفات، اللي هو بيكون نتيجه ان في ترجيع مستمر او حزق كتير بسبب الترجيع، او ان يكون العيان ضغط على نفسه في الاكل شويه فبيحصل تسريب في جزء من خط الدباسات. لازم يكون عيني على العيان في اول كام يوم بعد العمليه مباشره علشان اقدر اخد بالي من حاجه زي كده بسرعه. العيان اشتكى من سخونيه، من وجع، من تعب، مش قادر ياخد نفسه، جنبه بيوجعه، ترجيع زياده عن اللزوم، او الدرنقه لو كانت لسه موجوده بتجيب افرازات لونها مش حلو، او ممكن تكون الافرازات دي بتنزل من جرح من الجروح. ساعتها لازم يتم تدخل بسرعه تاني عن طريق تركيب حاجه اسمها دعامه المعده او دعامه المريء، وده بيكون الحل السريع والفعال لحاجه زي كده. وممكن كمان ما نحتاجش ان احنا نتدخل جراحيا في حاجه زي كده خالص، ولكن نحط الدعامه دي وبيكون الدعامه دي هي الحل لحاجه زي كده. فكل مشكله وليها حل، وان شاء الله ما تحصلش اي نوع من انواع المضاعفات دي مع اي حد منكم سواء في عمليه التكميم او تحويل المسار او الساسي. لو عندكم اي اسئله او استفسارات فيما يخص المضاعفات اللي ممكن تحصل اثناء العمليه او بعدها حتى، ابعت لنا استفسارك او سؤالك في الكومنت او في رساله، واحنا هنجاوب عليك في الرسائل وفي الكومنتات، وممكن نعمل لك فيديو جديد نشرح لك فيه كل الاستفسارات واجاباتها علشان تستفيد وتفيد غيرك. ونشوفنا على خير في الفيديو اللي جاي.